ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم في قناتي شيماء جمال تي في. الفيديو النهارده مختلف، مش هنعمل روتين ولا هنعمل اكل، هنعمل افكار من لفه الجلاش دي. لو ما عندكيش الا لفه جلاش واحده بس وعايزه تعملي منها كذا نوع وكذا صنف، او مستعجله او عندك عيد ميلاد وعايزه تنجزي في الوصفات او الافكار فيه. اعياد الميلاد بتبقى محتاجه افكار كتير وسريعه، فخد الفكره اللي هتعجبك من الافكار دي من لفه الجلاش. اول حاجه هجيب لف طبعا. انا بكلمكم هعمل لكم يعني عينات، وانتي على حسب العدد عندك. يعني انا هعمل عينات، هديكي الفكرة وانتي بقى تبدعي براحتك او تكتري براحتك على حسب عدد الافراد اللي عندك. اول حاجة جبت ورقة من الجلاش ودهنت سمنة، وبعد كده ورقة فوقها، وبعدين تنتها وبرضو رشة سمنة، وهتنيها مرة تانية ورشة هتطبقيها، وكل تطبيقة تحطي رشة من السمنة. ممكن ما تعمليش ورقتين بس، ممكن تعملي 3 4 5 ورقات براحتك، بس طبعا كل ما تكتري الطبقات هتبقى الفطيرة معاكي اكبر. اول حاجة انا نسيت اقول لكم ان انا هعمل فطير يعني نسيت اقول لكم ان اول وصفه هنعملها اللي هو الفطير، فطير مقلي بالسكر بدل ما تعجني وتخبزي. دي حاجه سهله جدا وسريعه، بدل ما تفضلي تعجني وتخبزي وتفردي، فدي هتنجز معاكي. نفس الموضوع. انا عملت ورقتين بس عشان انا اللفه دي هعمل منها كذا فكره، لكن انتي لو هتعملي فطار لفه جلاش تعملي منها كذا فطيره. انا هعمل 3 بس برضو نفس الموضوع، ورقة ورشة سمنة وبعدين ورقة تانية، وهطبق واحط بين كل واحدة وواحدة، كل تطبيقة وتطبيقة رشة من السمنة. انا عملت 3. ممكن بقى انتي تستخدمي افكارك وتعمليها مثلثة، ممكن تعمليها مستطيلة، ممكن تعمليها اكبر من كده او اصغر من كده، براحتك. خدي الفكرة وانتي بقى على حسب افكارك. عملت 3. هنروح بقى على الطاسة، دهنة بسيطة من السمنة والعين الطاسة سخنة، وبعد كده هنوطي العين. كنت عايزة احطهم هما ال3 عشان ننجز، بس الطاسة حسيتها ضيقة فقلت خلاص هنعمل الاتنين وبعد كده هنحط التالتة لوحدها. إيه، بعد 5 دقايق كده بالظبط فتحت عليهم، لقيتهم خلاص الناحية دي خلاص استوت. هنقلب على الناحية التانية، وخدي بالك ان الحجم بيتضاعف، هتلاقيها منفوخة كده، تلاقيها نفشت. ولو انت حاطه السمنه كويس وكده هتبقى مورقه وحلوه من جوه. قلبتها على الناحيه التانية وغطيت، وبعد كده كده خلاص استوت. فطير اللي هو المقلي بالسكر اللي بيتعجن ويتخبز، احنا عملناه بطريقة سهلة جدا جدا ومن لفة جلاش. وهنحط التالتة في الطاسة وهنوطي عليها بنفس ذات الطريقة بالظبط، بس ايه، مش هنجيبها عشان ننجز في وقت الفيديو. اللي احنا طلعناهم دول بقى هنحطهم في طبق، ونجيب لبن مغلي ونسقسقهم. ما تحطيش لبن كتير عشان ما تبقاش طريه قوي، يعني بصي يا دوب سقسقه كده وخلاص. كمان انا زودت، يعني تحاولي يعني يا دوب سقسقه. وحطي سكر بقى على حسب الرغبه، عايزه تحطي سكر كتير سكر قليل، بس وهي سخنه عشان السكر يدخل جوه، تبقى كلها يعني تبقى كلها فيها سكر. ويا حبذا بقى لو انتي وبتلفي حشيتي اي حشوه، مكسرات، شوكولاته، اي حاجه تحشيها تبقى حلوه جدا. الطبق ده اللي انتوا شفتوه كان فيه معلقتين دقيق وحطيت عليهم ميه وعجنتهم كده، دي للوصفه التانية. انا هعمل قراقيش بالعسل. اول واحده عملنا فطير، تاني واحده هنعمل قراقيش بالعسل، زي ما هتسموها سموها، بس هي اللي بتتحط في العسل. القراقيش دي بنشتريها برضو من بره، بس بتبقى حجمها كبير، وانتي برضو متحكمة في الحجم. يعني انا ورقة واحدة بس يعني هقسمها بالطول، وبعد كده اعملها مربعات زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بطبق عشان تبقى الواحدة على قد البق. انت بقى ممكن تعملي ايه، تعمليها كبيرة شوية، تعملي لو تعملي لفة جلاش كاملة مثلا للوصفة دي بس، فتاخدي كل ورقة وتطبقيها وتبقى فطيرة. الورقة الكاملة تعمليها واحدة بس طبعا هتبقى حجمها اكبر، مش هتبقى زي ما انا عاملة صغير كده.
بطبقها يمين وشمال، وبعد كده شرق غرب، شمال جنوب، شرق غرب، يعني طبقيها بحيث ان هي تبقى عامله زي الجواب كده. او ممكن تعمليها مثلث براحتك. انا هوريكي انا عملتها ازاي. انا عملتها زي الجواب كده، يمين في شمال، في شرق في غرب كده. وهنلزق بالدقيق والميه كاننا بنعمل السمبوسك عادي لما بتلزقيها. وهنيجي عملت الكميه ورقتين من لفه الجلاش. زي ما قلتلك انت الكميه بتاعتك كبيره، فتعملي اللفه كلها وصفه واحده بس من الوصفات اللي انا بعملها دي. ده الحجم اللي انا عملته. دي هتاخديها وتحطيها في بقك كده على طول. الاطفال بتحبها جدا جدا، والكبار بتحبها جدا جدا، وهتنفع معاكي في اعياد الميلاد. سريعه، مش محتاجه منك وش وحاجات كده، وهيبقى صنف حلو قوي على السفره لو في عيد ميلاد او ضيوف جايالك وانتي ما عندكيش حاجه حلوه تعمليها، فتعملي دي بسرعه جدا. الشربات كان جاهز طبعا. متابعيني متعودين ان انا الشربات بعمله بحطه في التلاجة عشان يبقى جاهز لأي وصفة سريعة زي دي. ما بقاش عايزة اعمل الشربات واستنى لحد ما يبرد. لا، الشربات سخن، لا لا، بعمله بحطه في التلاجة وبيبقى جاهز لأي وصفة زي دي. خدي بالك ما بياخدش وقت خالص على النار. يعني انا النار دي اقل من المتوسطة. كان طبعا الزيت سخن قوي، واول ما تيجي تحطي هتوطي، وتاخدي بالك ان انتي ايدك تبقى سريعة جدا عشان ما يتحرقش منك. ولو انت عامله كميه كبيره طبعا الزيت بتاعك هيسخن فيبقى واطي. لونه حلو قوي، وممكن نرش عليه رشه من جوز الهند. هيعجبكم جدا وهيعجب الاطفال قوي يعني. وانا شغاله وهم بيسحبوا. حلو قوي وسريع جدا وما خدش معايا وقت. نيجي لاخر حاجه. اخر كام ورقه معايا هنعملهم معامله السمبوسك. لو انت ما عندكيش سمبوسك وعندك عزومه ومستعجله وعايزه تعملي حاجه سريعه، صنف او طبق جانبي، ومحتاره تعملي ايه، هاتي لفه الجلاش من تحت وعامليها معامله السمبوسك بالظبط. عايزه اقول لكم انها بتبقى احلى واخف من السمبوسك. جربوها وان شاء الله باذن الله على ضمانتي. بتبقى احلى واخف. هنحشي لحمه عادي، عامليها زيها بالظبط. تحشي لحمه او تحشي جبن او تحشي خضار زي ما انت عايزه بالظبط. هيبقى برضو نفس الموضوع، سريع جدا ومتوفر جدا الجلاش. ممكن السمبوسك مش كل وقت ممكن تلاقيه. احنا عندنا في الصعيد يعني مش كل وقت بلاقيه، وكمان لما بلاقيه ممكن يبقى تخين وطعمه مش حلو. فمش كل وقت بتلاقي الحاجة اللي انت عايزاها. فدي برضو وصفة سهلة جدا وسريعة جدا. وبعد ما تخلصي الكمية كلها هتحشي لحمة وهتحشي جبنة وهتحشي اللي انت عايزاه، هتحمريه ومش هيبان اصلا ان هو جلاش. يعني مش طعمه هيبقى حلو قوي ومش هيبان ان هو جلاش. الوصفة اللي قبل كده القراقيش دي طبعا بتبقى مقرمشة. خدوا بالكم يعني اللي ملهوش في الحاجة المقرمشة ما خلاص يستثني الوصفة دي. بس هي اصلا احلى حاجة فيها ان هي مقرمشة. يعني احلى حاجة ان هي مقرمشة. بعد هنديهم اللون الحلو بتاع السمبوسك العادية، وبعد كده هنطلعهم ونرش عليهم شوية من الخضرة. كده عملنا الحلو والحادق. والجلاش ده عجينة يعني تديك افكار كتير جدا. يعني لو عايزيني اكمل بقى في الافكار اللي زي دي هنكمل ونطلع منه وصفات حلوة قوي وكتير. فلو كانت فكرة الفيديو دي عجبتكم قولولي نكمل في الافكار اللي زي دي. كل كام روتين كده نطلع بفيديو زي ده. وكده الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.